والخبرة في خط وسط نادي السد في مباراة اليوم، ولاعب الذي بطبيعة الحال يعرف الكرة السعودية جيدا، ذلك لأنه كان واضحة المعالم في معظم لقاءات فريق نادي الهلال وحتى البدلاء. يعني لاعب موهوب مثل نواف العابد حقيقة الآن موجود اليوم في مقاعد البدلاء، ولدينا محاولة من عبد الله الزوري. حقيقة فريق الهلال بأسماء، يعني يجي المدرب جيريتس ما عنده مشكلة إطلاقا لأن عنده من الأسماء. ولاحظ كرة خطيرة لويلهمسون يرسلها أمام مقطوع تسليم، البطء في التفكير، البطء في الانتقال من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي. عكس الهلال الفريق المنطلق الآن، الكرة موجودة فعلا، مرور جميل، يا سلام، مر وعدى، خطيرة وفرصة موجودة ويتألق، وكرة موجودة خطيرة الآن، وإبعاد الكرة في اللعبات الماضية، ارتباك واضح في جانب لاعبي، ومرور سليم ومرور سهل ومرور سلس لعبد الله الزوري. بعد ذلك الكرة تبعد. شوف هذا ظهير ايسر وين موجود في كل لحظة من لحظات المباراة. يتغنى الكابتن نادر السيد بالمدرب البلجيكي الكبير إيريك جيريتس، هذا الرجل الذي عندما استلم فريق حقيقة متواضع في بلجيكا اسمه نادي لييرس البلجيكي، فريق متواضع جدا، يعني ما عنده شعبية مثلا أندرلخت أو ستاندر ليج أو بروج أو أرض خارج قواعده أو السداوي الذي يستضيف الهلال في ميدانه في الدوحة. شوط أول كان جيد، لكن ننتظر أن يكون شوط ليونيل ميسي. هنا محاولة قائمة الآن، الكرة لخالد عزيز، مرور، شوط العديدة جدا اليوم حقيقة في أرضية الملعب تظهر جليا وتعطي الفارق للهلال السعودي، وماجد المرشدي بشكل ممتاز يبعد الكرة الماضية. وكما ذكرت يعني السد الفريق الذي يعني عرف بأنه يأتي بلاعبين يبرزون في قطر، يتألقون في قطر، ينتقلون بعد ذلك إلى أوروبا، مثل ما فعل مع بيدي بيلي أولا، ومثل أيضا ما جاب